عليكم أعزائي الطلاب. كانت موضوعنا في السابق حل التمارين، والآن أحل ما تبقى لنا في الوحدة الخامسة. نعم، والآن أحل التمرين السادس. اكتب متبعا المثال في الوحدة الخامسة. فقط لام زائدا الكلمة اللوزي، لام زائدا اللون. في الأول مكتوب لام زائدا اللوز للوز، لام زائدا اللون للون، للين، للوحة، لليلة، للعبة. والتمرين السابع: املأ الفراغ بحرف الجيم أو بحرف الشين. نضع في داخل الفراغ فقط الحرف الجيم أو الشين. نعم، التمرين السابع: املأ الفراغ بحرف الجيم أو بحرف الشين. نضع داخل الفراغ فقط حرف الجيم أو الشين. أحضرت نور مجموعة من الشتول لتزرع إلى جانب الطريق. سوف تأتي الشاحنة المخصصة لجمع النفايات. يعيش نادي البيئة ويعيش وطننا كردستان. التمرين الثامن: املأ الفراغ بحرف الفاء أو بحرف القاف. تزين الأشجار الطرقات وتخفف من التلوث. أقلل من استخدام المنظفات الكيميائية ما أمكن. لا أرفع صوت الموسيقى عاليا فالضجة نوع من التلوث. أحاول إصلاح الأشياء المعطلة قبل التفكير برميها. والتمرين التاسع: ضع النقاط على الحروف الباء والتاء والثاء والنون فيما يأتي. شجرة النخيل يشتهر بها العراق، وهي بهية المنظر وثمرها لذيذ. ثانيا، السطر الثاني: شجرة الصنوبر تنمو بكثرة في حوض البحر المتوسط. يستخدم ثمرها في الطعام والحلوى. شجرة الزيتون ثمرها ذو فوائد كثيرة يستخرج منه الزيت. شجرة الحور خشبها لين، وهي ذات أغصان كثيرة وأوراق كثيفة خضراء. فقط نضع النقاط التاء والثاء والنون على الركيزة. التمرين العاشر: أعد كتابة هذه الكلمات على شكل مقاطع. لدينا كلمات نقاطع الكلمات، وهذه معلومة لديكم لأنني شرحتها في الشعبة، وسهل أيضا لأنها موجود في الكتاب الصف الرابع والخامس، والآن إعادة في الصف السادس، وهذه سهلة أيضا. سنديان نقطع السنديان، قلنا نقطع الأول الحرف وبعد ذلك الحركة. سنديان قطعتها لكم، والصنوبر ومنظفات. فقط الضاد عليها الشدة، وقلنا الشدة تحسب إذا كانت على الحرف تحسب حرفين. مستقيمة تلوث. والتمرين 11: أعد كتابة هذه المقاطع على شكل كلمات. لدينا كلمات مقطوعة، نحن نشكل منها الكلمات. الأول زيتون، الثاني استهلاك، الثالث كتابة، الرابع معطلة، ولكن على معطلة على الطاء شدة، أن تنضعوها شدة، والأخير متماسكة. وفي الدرس القادم إن شاء الله نأتي إلى الوحدة السادسة ونواصل دروسنا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.